أخوان، بالنسبة لل37 ألف درجة بصفة عقد على وزارة الداخلية، واللي المفروض يتحولوا من وزارة العمل من مستفيدي الرعاية الاجتماعية اللي يستلمون راتب الرعاية الاجتماعية، المفروض يتحولوا منا إلى وزارة الداخلية مثل ما صار بالعام الماضي. العدد ايش قد؟ 37 ألف عقد. وزارة العمل ما عندها هذا العدد بالكامل، لأن المفروض عمره من 18 إلى 25 سنة ومتزوج. أعتقد إيش راح يصير؟ راح يصير عجز بهذا العدد، لازم يكملوه حتى يصير 37 ألف عقد. هنا وزارة العمل اقترحت مقترح بعد ما صاير موضوع نهائي، ما محصل هذه الموافقة، إنه يابا أنت مستفيد من الرعاية الاجتماعية بس عمرك أكبر من 25، شنو هو؟ تجي تقدم طلب تتنازل عن راتبك مال الرعاية مقابل تقدم ابنك يصير عقد بوزارة الداخلية. أنت تقدم طلب تتنازل عن راتبك مقابل ابنك يصير عقد بوزارة الداخلية. هذا لحد هذه اللحظة هو مقترح، يحتاج موافقة رئيس الوزراء، ربما يحتاج موافقة مجلس الوزراء. بالتالي بعد ما صاير قانون، بعد ما محصل موافقة، هنا بيجات نشرت وبيجات بشرت وقالت تعالوا، والبعض يقول لك تعال قدم يمي. لحد هذه اللحظة هو مقترح، بمجرد ما يحصل الموافقة نخليكم بالصورة أولا بأول.